عسلامة، مرحبا بكم. اليوم باش نعمل لكم بيتزا كوفير، ان شاء الله تعجبكم الوصفة. عملتها بالدجاج المفروم هيك. زوز صدور دجاج كالعادة نفوحهم ونفرمهم ونخليهم يتقليو شوية. وهذه صوص بيتزا، طماطم مرحية، شوية ملح، شوية كركم، شوية تبل كروية. ومن بعد في الأخير نعمل لها هذيك متاع البيتزا، الفاح متاع البيتزا حاضر خذيته. العجنة عجنة العادة، شي ما فيها الفارينة والخميرة والسكر، شوية ملح وشوية زيت زيتونة، ونعجن بالماء الدافي. أما المرة هذه خليتها تتخمر بزايد قرابة الساعة ونص، ساعتين. عاشك تشوف تبارك الله كيفاش طرية العجينة. كما تشوفوا نحلو نقسموها على 2، نحطو ماذا بين الشطر اللي مش نعملوه الفوق أكبر، ومن بعد نحلو بالقلقال متاعنا ونحطو في البلاتافور ونقبو شوية باش ما تنفخش، ونصبو الصوص متاعنا. نعملو بزايد صوص باش تجي بنينة كما تشوفوا. ومن بعد نحط فوق هذاك الدجاج اللي مفروم اللي قليته الساعة. نجمو نعوضوه زادا باللحم المفروم، والا تن، والا اللي نحبو حصيلو شامبينيون، واللي يعملوه في البيتزا الكل نجمو نعملوه. هذا برشا موتزاريلا، سر البنة متاع الوصفة هذه، برشا موتزاريلا وطرنشات فلفل حلو، زادا يبان انه البيتزا مش نورمال. ومن بعد نرميو الطبقة الفوقانية ونقبوها كيف كيف بالفرشيطة، ونرميوهم في الفور ديجا يسخن على اعلى درجة من الفوق والوطاء. ما تقعدش برشا، ربع ساعة هكاكا. نحضروا اللي مش ندهنوا بيه وجه البيتزا، هيك شوية زيت زيتونة، شوية جلجلان، زدت شوية ذاك الفاح متاع البيتزا اللي عملت بيه الصوص، نصف مغرفة هكاكا، ونصف مغرفة حبة حلاوة الحصيل. ونجمو نعملوا الفاحات اللي نحبوا عليهم، حتى فاح الخبز ولا جلجلان وحده، اي فاح متواجد عندنا، والا زاد حبة البركة ولا السينوج ولا احنا. خلطوا شوية ونخرج الطبقة متاعي ديجا طاب، ندهن الوجه متاعو بالخليط اللي عملته. ومن بعد نرجعوه للفرن. ميم با 2 مينوت، 2 3 مينوت البيتزا متاعنا حضرت. ممكن ناقصه شويه فينيسيون، اما البنه ما نحكي لكمش، كان تسمعوا حس القرمشه ما بينها. هذا حبيت نوريكم بالباهي، مع سخونه خارج من الفور ما جمتش نمسها. ان شاء الله تعجبكم الوصفه هذه. كان عجبتكم ما تنساوش باش تدعيوا لدعي وخير.